بصوته الجميل أدى عشرات الشخصيات الكرتونية والدرامية. بنرحب بالفنان مروان فرحات على شاشة الغد وبنبدأ يوم جديد. أهلا وسهلا فيك أستاذ مروان. يا هلا. نبدأ معك من الطفولة، يعني قد ايه كان تأثير لطفولتك المسرح الطفل، المسرح الشبيبة، الطلائع، قد ايه أثر على اختيارك هذا المجال وهذا الجانب من حياتك؟ نعم، هلا أنا بداية بدأت بالمسرح المدرسي ومسرح الشبيبة، وكنت منتسب فرقة النادي العربي الفلسطيني، وفي ذكريات كثير جميلة مع الفنانين اللي كانوا بهذيك المرحلة. بعدها أنا دخلت المعهد بسنة 77، تخرجنا بال81. طبعا مثل أي طالب كان عندنا طموح إنه نشتغل مسرح، نشتغل شيء يفيد بلدنا ويفيد الجمهور. طبعا أي طالب عنده دائما هذا الطموح، بس عند التخرج للأسف يعني تفاجأنا بالواقع. الواقع كتير صعب، وفي متطلبات كتير، وفي يعني عصي بالعجلات بتنحط كتير. للأسف يعني عانينا فترة طويلة بداية التخرج، بعد التخرج يعني، لكن بعدين شوي شوي صرنا نشق طريقنا بصعوبة يعني بالوسط الفني. أنا اشتغلت عدة أعمال مع المخرج الكبير نجدة أنزور بالتلفزيون، واشتغلت بالدوبلاج وتميزنا بهذا المجال، وصرت يعني اشتغل منيح. أول عمل درامي وأهم الأعمال اللي قمت بأدائها خلال مسيرتك الفنية؟ هلا من أهم الأعمال أنا اشتغلت أخوة التراب مع الأستاذ نجدة، وبالنسبة لي أهم فرصة كانت معه هي بقايا صور بدور كمال بيك. عندما ألقي بي في فراغ الفضاء الأسود، كان الأمل هو الشيء الوحيد الذي تمسكت به، وبالأمل سأتحدى العالم وسأفعل. حندخل بموضوع الدوبلاج، يعني اللي هو أخذ الجزء الأكبر من حياة مروان فرحات، ويمكن هو أهم هواية عنده. هلا هو مثل ما قلت لك إنه نحن يعني خضنا بهذا المجال وبدأت أشتغل عليه بشكل حثيث يعني. اشتغلت عدة شخصيات بالبدايات، باتمان، زورو، فانتوم، يعني هذا اللي سميناه مقنع كمال، عبد الرحمن بصقور الأرض. في شخصية كتير بيحبوها الجمهور الشباب، سعد بإسلام دانك، الكابتن ماجد لما كبر. كتير يعني في شخصيات، حتى بنكي وبرين. في يعني شخص كثير مهم هو يعني اختارني لمجموعة من الشخصيات، هي اللي سبحان الله هي اللي علمت يعني أكثر شيء. مثل باتمان، الأستاذ لويس أبو عسلي اللي اختارني باتمان. برين، حتى ميماتي كان له يد هو باختيار الشخصية. هذا الحب اللي عم نسمعه من خلال يعني حديثك عن هي الشخصيات بيدفعني اسالك انه شو هي اكثر الشخصيات اللي حبيتها من خلال البرامج الكرتونيه اللي اديتها، وايضا الدراميه، وقد ايه هيك تعلقت فيها او حسيتها هي جزء يمكن من طفوله مروان او حتى من حياه مروان لاحقا؟ هلا بصراحه انا كل شخصيه بشتغلها حتى لو كانت شريرة بحب فيها الجانب الفني، بشتغل عليها وبحبها. لو ما بحبها ما كنت اشتغلت عليها بشكل جيد. بس أكثر شخصية يعني وأنا تفاجأت يعني إنه الناس حبوها كثير هي توغوموري. توغوموري بكونان، يعني شخصية رهيبة. هي بتخفف من وطأة العمل، لأنه هو بيحكي عن الجريمة. هذا نسمع هالشيء من توغوموري؟ الشخصيات ايه او اقرب الشخصيات اللي انت بتحبها. ممكن توغوموري. طبعا نحن لأنه نشتغل بالدوبلاج دائما عندنا نصوص وما بنحفظ نحن أدوارنا. أدعى توغوموري
المحقق الشهير الذي يسعى لتحقيق العدالة ويقبض على المجرمين. كل يوم أحقق في القضايا الأسرية وأبحث عن المفقودين، وأضطر إلى مواجهة المجرمين الخطيرين أيضا. وكل مرة أتصفح الجريدة لأرى جريمة جديدة بدافع الانتقام أو المال أو أشياء أخرى. أشفق على هؤلاء الأشخاص. كونان، كم مرة قلت لك ألا تلمس شيئا في موقع الجريمة؟ لحظة أيها الشقي، ما الذي حدث؟ ما الذي يجعلني أشعر بالنعاس كلما اقتربت مني؟ سأرغمك على قول الحقيقة. كونان، هلا هو بده يرغمه على قول الحقيقة، بس ما قدر. دائما هو بخدره، عارف شلون؟ بينام. هو المحقق النائم بيسموه. يعني كونان وغيره من الشخصيات أو النصوص الكرتونية وحتى الدرامية، يعني هي فيها أمور مثل الجريمة والتخطيط والقتل وغيرها. قد ايه عم بيتم دراسة هي النصوص ودور الممثل اليوم أو المؤدي للصوت بهذا العمل، كيف بيقيمه، كيف بيشوفه، وأي عمل من هذا النوع أنتم ممكن تأدوه؟ تماما. هلا نحن اي ماده تجينا من برا، يعني معروف يا اما من اليابان او من امريكا، نحن ما بنقدمها للمشاهد العربي بالصيغه اللي بتوصلنا، في مقاطع، في مشاهد لا تناسب عاداتنا وتقاليدنا. طبعا عاداتنا وتقاليدنا بالمعنى الايجابي مو بالمعنى السلبي، والكل بيعرف هذا الشيء، انه نحن عندنا بالشركه بمنجوا هي المشاهد او بيعدلوا عليها، وحتى بتصل افكار يعني نبيله وافكار جميله وقيم نحن بنحاول من خلال الاعداد والكتابه انه نوصلها للطفل العربي. العامل الاساسي في نجاح اي عمل هو الورق، زي ما بيقولوا اخواننا المصريين، الورق. اذا الفكره جميله مضبوطه وبنفس الوقت الشخصيات في صراع بيناتها، بين الشخصيات في صراع كمان مضبوط، مش صراع من أجل الصراع، بالنتيجة نحن لازم نقدم فكرة. هل الفكرة هي بدها معالجة هي عن طريق الشكل الفني، كان بالإخراج أو بالتمثيل أو بالتقنيات الأخرى الموجودة بالكادر. كيف بتقيم اليوم العمل الدرامي السوري والعربي، وبرأيك شو هي العوامل اليوم، عوامل النجاح الكبيرة لأي عمل درامي؟ هلا أنا يعني كل عمل له قيمته الذاتية. بصراحة بالفترة الأخيرة الأعمال بدأت تنحدر. نحن بحاجة دائما، أنا بقولها يعني وكل الناس بتقولها، نحن بحاجة لكتاب جريئين يحكوا عن الواقع بجرأة. ونفس الشيء المنتج، بدنا منتج جريء هو ياخذ هي الأعمال ويصورها. هذا جانب كمان كثير مهم، انك تلاقي منتج فنان، منتج عنده فكر يدافع عنه. هذا كمان جانب مهم. طبعا بالنتيجة كمان القضايا الفنية الأخرى مهمة في عملية الإنتاج الفني. هل أخذت فرصتك خلال هي السنين؟ هلا إذا سألتي هذا السؤال لأي فنان حتى لو وصل للعالمية بيقول لك لا، ما أخذت فرصتي. دائما الفنان عنده طموح إنه يقدم الأحسن والأفضل للجمهور دائما. راضي عن ما قدمت خلال هي السنين؟ هلا بصراحة أنا يعني الحمد لله بالفترة الأخيرة يعني صرت أحس إنه قديش أنا كنت أوصل للناس. هذا الحكي طبعا له سنين، بس لما صارت نشط الانترنت والشبكات التواصل بتوصلنا انطباعات كتير كتير إيجابية عن شغلنا. هلا في شخصية كتير الناس حبوها، وهي يعني العمل للكبار شوي في السن، الكونت دي مونتي كريستو. عندما ألقي بي في فراغ الفضاء الأسود كان الأمل هو الشيء الوحيد الذي تمسكت به، وبالأمل سأتحدى هذا العالم وسأفعل. أهم الجوائز
اللي حصلت عليها خلال مسيرتك الفنية يعني على نتاج كبير؟ والله أهم الجوائز هي محبة الناس. في كتير شركات كان احكي عن هذا التكريم. يعني سبيستون أكيد كرمتنا بفترة ماضية. في شركات الدوبلاج اللي لها علاقة بالدراما، NIS كرمونا، في الاي بي سي، في كثير شركات يعني بتهتم فينا لحد ما. بس طبعا بيضل يعني كثير من الشركات ما زالت تقصر حتى على الصعيد مو بس المعنوي، المادي. الشخصية اللي بتحب تأديها ولسه ما أديتها، إن كان بالدوبلاج ولا بالدراما أو حتى على المسرح؟ هذا السؤال تقليدي. هلا كل الشخصيات اللي لها علاقة بشيء بيخدم الإنسان، بشيء بحرضه إنه يطور من نفسه، أنا بحبها هي الشخصيات. يعني مثلا شخصية باتمان كثير تفاعلت معها وكثير حبيتها. شخصية الكونت، شخصية زورو، ساندوكان. هلا الكابتن ماجد صحيح هو عن كرة القدم، بس دائما كان يحكي عن الطموح وعن الإرادة وعن الأصدقاء، عن حب الأصدقاء. هذا كمان جانب كثير حلو. مشاعر الناس وانطباعاتهم وأقوالهم ورسائلهم اللي عم تصلني، حسيت إنه فعلا نحن عملنا أسماء بالوطن العربي، وعملنا أسماء انحفرت بذاكرتهم وأصواتنا وأقوالنا وعباراتنا وكل شيء يعني اشتغلناه علق بذهنهم. وهذا اللي بيخليني أنا أكون مبسوط وسعيد ضمنيا. طبعا الفنان دائما عنده الطموح انه يقدم الافضل والاحسن، ودائما يعني يعمل شيء جديد يعني يوصل لمحبينه. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وعلى الجار أن يشعر بحاجة جاره ويعينه كما أوصى الإسلام بالجار، وألا يظن به إلا الخير. هل كنت تسجل يا عبد الرحمن؟ نجدد ترحيبنا بحضرتك ونترك الختام للفنان مروان فرحات بشخصية محببة لكل الجمهور وكل محبيه.